متى نحتاج إلى عملية تكييف العقد؟ ومتى نحتاج إلى عملية تفسير العقد؟ هذان السؤالان يصوران دائما حول عمليتي التكييف والتفسير، وهما عمليتين متمايزتين مختلفتين أمام المحكمة في خضم خصومة يتلاطم نزاعها حول عقد ما. إذا كان هذا العقد من اختلاق ذهن وعقلية المتعاقدين في معاملة تم فيها تلفيق ومزج أنماط متعددة معتادة أو غير معتادة من الشروط والالتزامات ضمن عقد واحد مركب مكون من عمليات قانونية مختلفة، سواء أكان هذا العقد من العقود المسماة المعروفة أم لم يكن من العقود المنصوص عليها تحديدا في القانون المدني، والتي تعرف بالعقود المسماة، التي نظمها القانون من حيث إنشائها انعقادا وانتهاء، ورتب أحكامها ومدى نسبية آثارها بين المتعاقدين أو حتى الغير. ولذا كان من الضروري من وجهة نظر محترف القانون الاهتمام بمعرفة هاتين العمليتين الحيويتين اللتين يستخدمهما القضاة في المحاكم، إذ تختلف عملية التكييف للعقود اختلافا دقيقا وجوهريا عن عملية التفسير في دواعي كل منهما ومناسبة استعمال أي منهما. لذا نحاول إيجاز ما يعرفه الجميع عنها مع التركيز على دقائقها على سبيل التذكير وإعادة القراءة لأهم عملية واجهها رجال القانون في النزاعات المدنية.